الشمروخ، بس المرة دي من خلدون في سوهاج مش من كرم الشام في القاهرة. تعالوا نشوف. من كام يوم مطعم كرم الشام اللي في القاهرة نزل ساندوتش جديد اسمه الشمروخ، وامبارح تقريبا مطعم اسمه خلدون في سوهاج لسه فاتح جديد للاكل السوري نزل الشمروخ. وطبعا عشان انتوا عارفين ان انا بحب اجرب معاكم اي حاجه جديده بتنزل، زي ما جربت معاكم كشر الحلو، فقلت يلا بينا نجرب الشمروخ ويلا بينا هنشوف هل هو هيبقى اوفر ريتد زي اللي في القاهره ولا اندر ريتد جدا وجامد ويستحق التجربه. مع ساندوتش شمروخ من خلدون، ادي الكيس بتاعه اهو. تعالوا نشوف اهو. ساندوتش ساده، الكيس ما فيهوش حتى كيس كاتشب تاني. لا كويس، حجمه يعني لحد ما بصوا اكبر من وشي بكتير جدا يعني يا جماعه. بصراحه حجمه تقيل وريحته حلوه. تعالوا بقى ندوق دلوقتي ونشوف هل هو اندر ريتد وحلو يستحق فعلا التجربه ولا اوفر ريتد جدا هيحصل فيه زي ما حصل في القاهره. بس انا بصراحه لغايه دلوقتي انا حاسس ان هو عادم جدا. بس تعالى نعمل حاجه، تعالى نقسم ونلغوص. هو ما شدش يعني تقريبا هو اصلا ما فيهوش جبنه ولا فيه جبنه ريدة، هو ما شدش بس. وده يا جماعه شكل الساندوتش من جوه اهو زي ما انتم شايفين، في فراخ وتوميه وشرايح خيار مخلل زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى ندوق تاني ونشوف، لان انا بصراحه اكلت كام قطمه عادم جدا. فتعالوا نشوف دلوقتي هيبقى طعمه عامل ازاي. طبعا انا بعتذر على شكل ايدي وبقي المبهدلين ده، بس يعني هو الساندوتش هو عايز كده. ده يا جماعه شكل العيش اللي هو مقلي لوحده، قرمش جدا بس عادم جدا جدا. يعني تقريبا التوابل اللي العيش اتحط فيه قبل ما يتقلي ما فيهاش ذره ملح تقريبا يعني. بصوا يا جماعه بصراحه هو الساندوتش جامد جدا. الفراخ تتبيلتها حلوه وبان عليها ان هي فريش للامانه. التوميه برده مع الخيار المخلل طعمهم هما الاثنين جامدين. هو ممكن يكون فيه جبنه بس خفيفه خالص يعني مش باينه مع طعم الفراخ والتوميه. واهم حاجه ان هو مليان فراخ ومليان حشو، وده كان اهم حاجه يهمني. لان الساندوتش بتاع القاهره كان ناس كتير بتقول ان هو فاضي وكان صغير، فلا يعني لا، انا شايف ان هو حجمه كبير وكويس، وان هو الحشو بتاعه مليان وكويس جدا. بس التتبيله بتاعت العيش محتاجه بس تزود سنه ملح، بس سنه بسيطه، وانا عشان بحب الملح كتير مش عارف. بس الساندوتش ده فراخ عامل 100 جنيه، في الشاورما لحمه 140، بس انا بفضل الفراخ في اي حاجه يعني. فانت بقى لو كنت جربته اكتب لي في الكومنتات تجربتك كانت عامله ايه، ولو لسه ما جربتوش يقول لك جربه بقلب مليان وربك يسترها. استناني في اي حاجه جديده تانية تنزل في سوهاج هجربها، زي ما جربت كشر الحلوه دي، ما جربت الشمروخ. اي حاجه تنزل تاني في سوهاج جديده اعتبر نفسك اول واحد هتشوفها معايا. كان معاك كل سنين اول بلوجر وفود بلوجر في سوهاج زي ما انت عارف طبعا. مع السلامه.